وندخله الفرن. ركزي بقى في طريقة التسوية لأن هي دي أهم حاجة في الموضوع. أول حاجة هتشغلي الفرن على أعلى درجة حرارة عندك وتدخلي الديك، هتسيبيه حوالي ساعة في الحرارة العالية أوي دي. تاني ساعة تنزلي الحرارة لدرجة 200، وتالت ساعة تنزلي الحرارة لدرجة 180، وتسيبيه لحد ما يكمل الأربع ساعات بتوعه لو كان الديك وزنه 8 كيلو، لأن زي ما قلتلك كل كيلو بيحتاج نص ساعة سوي، فأنت شوفي وزن الديك كام واضربي الوزن في النص ساعة. المهم ما تفتحيش أبدا إلا بعد ما المدة دي تخلص. وانا هنا بعد ما المدة خلصت فتحت ومعايا ترمومتر رقمي، وده لازم يكون موجود عندك وموجود في كل بيت لانه بيعرفك اذا كان الاكل استوى ولا لا. حتى لو طبخة خروف بيتباع عند اي حد بيبيع ادوات مطبخ، قولي له عاوزة ترمومتر رقمي للمطبخ. صحيح الديك بتاعي فيه مؤشر للاستواء، لكن انا حبيت اعلمك ازاي تعرفي ان الديك ده استوى لو مفيش عندك المؤشر ده. بتغرزي الجزء المعدني في اي مكان لحد ما توصلي للعمق، يعني تحسي انك وصلتي للعظم، وتشوفي مكتوب على الشاشة كام. لو مكتوب 75 درجة معناها كده ان الديك ده استوى. انا هنا بقى غرزته وطلع مكتوب عندي 86، يعني استوى وبقى دايب دوب. ولو انت جايبه ديك فيه مؤشر، ده شكله لما الديك بيستوي هتلاقيه طالع لفوق عامل زي السوسته الزنبلك، بينط كل ما بتحاولي تدخليه مع انه كان مغروس جوه لما كان الديك ني. ولو ما عندكيش ترمومتر ولا مؤشر يبقى نرجع لطريقه جدتي، وهي انك بتعرفي انه استوى لما تلاقي عظم رجليه بانت وتحسي ان الوراك ثابت وعظمها ظاهر. وبكده وريتك كل اشكال التسويه. وبكده فاضل آخر خطوة وهي التحمير.